أنا شفت فيلم النهارده وهو فيلم مغربي. أنا شفت يعني جزء كبير جدا منه. في النهاية أنا جيت متأخر شوية، لكن هو فيلم له مضمون قوي جدا، مضمون قوي جدا بيتحدث عن يعني يجمع بين العمل الروائي والعمل التسجيلي في حالة متفردة، ليست متفردة مغربيا وإنما حالة متفردة على مستوى دول جنوب البحر المتوسط، والحالة التي حينما يصل إليها الشباب يعني حالة اليأس التي يصل إليها الشباب وتدفعهم دفعا إلى أن يهجروا بلادهم أو أن يأتوا بأفعال. الفيلم رائع جدا، الفيلم المغربي، واعتقد ان الندوه دلوقتي هتخرج افكار كثيره جدا هنستفيد منها. سياده الوزير اعلنا عن ختام المهرجان، حضرتك النهارده بقول بتقول مبروك لكل الاعلاميين وكل السينمائيين وكل المتابعين للمهرجان، وبقول ان احنا الحمد لله يعني هنكمل المهرجان، والمهرجان هيقدم رساله ايجابيه جدا للمجتمع وللعالم، ودليل على ان احنا شعب محترم جدا كمصريين مع بعض. في لحظات معينة بنتوحد وبنرجئ مشاكلنا اعتقد، وايضا قادرين ان احنا في ظل الظروف مهما كانت فيها قدر من الالتباس، لكن احنا قادرين على ان احنا نشتغل ونبدع. سوريا سوريا سوريا، واش حفظت الحوار؟ حفظته. لا قولي لي نسمع. المسرحيات تتمحور حول خطاب الأميرة الجليلة لاله عيشة اللي خطباته في طنجة. هذه 3 سنين وأنا كان عندي السعد باش نسمعها ونتفرج فيها ما حافظاش. زيدي معايا نراجعوا الدور وعاد اجي. ليلى تحبي نقول لك أنا تنحلم نطير بحال شي حمامة، بغيت نصبح ربانة طائرة. حفظت الحوار؟ حفظت ليلى مزيان، باش فاش يجي حبيبي عبد الوهاب نقول له بلي